تخيل فرصة واحدة بس للنجاة وسط 14 مليون احتمال فاشل. مشهد في ذروة التصعيد الدرامي. لكن خد بالك كل دوت شغل سينما وخيال، عاوز يحطك تحت ضغط الفرصة الأخيرة اللي لو ضاعت منك هتهلك. هي دي حسبة البشر، لكن الحسبة عند رب البشر مختلفة تماما. فرص ربنا ما بتخلص. لما رمضان خلص كلنا زعلنا لأن فينا اللي كان مقصر، وكتير مننا حس انه خسر فرصة الرحمة والمغفرة من ربنا. لكن من رحمة ربنا بينا انه ما بيسيبناش نقع، بيبعت لنا فرص جديدة وحبل النجاة من السماء طول السنة، واللي منهم اعظم ايام السنة العشر الاوائل من ذو الحجة. تخيل ان ربنا سبحانه اقسم بيهم بنفسه في القرآن: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. خد عندك، تخيل ان نهار الايام ديت اعظم من نهار ايام رمضان بنفسه. ازاي الكلام ده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، اللي هي العشر الاوائل من ذو الحجه. يعني ببساطه دي اكتر ايام ربنا عز وجل بذاته بيحبك انت تعمل فيها اعمال صالحه، فبالتالي قيمتها وقدرها كبير جدا. طب هيجي سؤال في دماغك: اشمعنى الايام دي بالذات؟ الامام حافظ ابن حجر كان بيقول ان السر في تلك الايام هو اجتماع امهات العباد. يعني عندك الصلاه والصوم والذكر والصدقه والحج. طبعا كل العبادات ديت شغاله طول السنه، لكن بيزيد عليها الحج، وطبعا هو من اعظم الفرائض في الاسلام وهو ركن اساسي من اركان الاسلام. فسبحان الله ده الوقت الوحيد اللي بيتجمع فيه اركان الاسلام كافه. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في الايام ديت، وايه احب الاعمال اللي وصانا بيها؟ اول حاجه عندك الذكر، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني ما توقفش لا اله الا الله، الله اكبر، الحمد لله. طبعا تاني حاجة الصلاة على أوقاتها والصيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص إن هو يصوم التسع أيام الأوائل من ذو الحجة. تالت حاجة الصدقة. وعموما أي طاعة وأي عبادة أنت تقدر عليها اعملها، ما توقفهاش. اللي تقدر عليه اعمله، أنت كسبان. وطبعا خد بالك ما تنساش صلة الرحم، ارفع تليفونك وعيد على حبايبك كلهم. وبتفضل الأيام البركة ديت تعدي يوم ورا التاني لحد ما بنوصل لأهم يوم، يوم عرفة. ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ازاي الكلام دوت؟ حتى ليله القدر، حتى ليله القدر. خد عندك يوم عرفه هو اكتر يوم ربنا عز وجل بيعتق فيه رقاب من النار اكتر من اي يوم تاني في السنه. خد كمان خير الدعاء دعاء يوم عرفه. خد كمان صيام يوم عرفه بيمسح ذنوب سنه فاتت وسنه جايه. في ليله القدر الملائكه بتنزل للسماء الدنيا، لكن في يوم عرفة ربنا عز وجل بذاته بينزل للسماء الدنيا. أنا عايزك تتخيل المشهد يوم عرفة في السماء بيبقى عامل إزاي. ربنا عز وجل ملك الملوك الغني عن العالمين سبحانه وتعالى بيكلم أهل السماء ويقول لهم: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا. وفي رواية أخرى ربنا بيقول: اشهدوا ملائكتي إني قد غفرت لهم. تخيل ربنا عز وجل بيباهي أهل الأرض بأهل السماء، بيباهي بيك أنت بضعفك بذنوبك بتأثيرك وقلة شكرك. كل ده بس عشان وقفت بين ايدين ربنا وطلبت العفو والمغفرة. آخر حاجة حابب أختم بيها: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وطبعا ده يعد دعاء وذكر في نفس الوقت، لأن هنا في تمجيد وثناء وتوحيد خالص لله عز وجل. زي ما مثلا كده ولله المثل الأعلى لما بتروح تطلب حاجة من أبوك وأمك وتقول لهم: ده أنتوا اللي خيركم عليا، ده أنا لحم اكتفي من خيركم، ده أنتوا اللي مربيني. ففي هنا إقرار بالفضل والنعمة، فتلاقيهم يدوك أكتر ما أنت كنت تتمنى. انت اكنك بتقول: يا رب انا ماليش غيرك اطلب منه، وانت يا رب سبحانك وتعالى بتملك خزائن الرحمه والمغفره وخزائن الارض والسماء، وانت قادر يا رب تحقق لي اللي بتمناه. فالدعاء دوت هو اعظم تمهيد ورجاء لله عز وجل، بحسن ظن في الله انه يفيض عليك بعطائه ويحقق لك اللي انت بتتمناه واكتر كمان. اخيرا خدوا بالكم يا جماعه، الدنيا بتسرقنا وفرص ربنا ما بتخلصش، لكن عمرنا بيخلص. استغل العشر ايام وما تخليش يوم عرفه يعدي عليك زي اي يوم. افصل عن الدنيا كده كام ساعة، اذكر ربنا واستغفره وادعي بكل اللي نفسك فيه، جايز يتغفر لك. تخيل دعوة واحدة من قلبك بالصدق وبحسن ظن بالله ممكن تغير قدرك في الدنيا وفي الآخرة. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، وربنا ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير. ادعوا على خير كفاعله، ما تنسوش شير كتير ولايك كتير عشان نوصل لأكبر عدد من حاجات تجيب حسنات. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.